لو حضرتك مدي لحد فلوس وما كنتش اخدت عليه ضمانات بالفلوس دهيت او اي اوراق عليه، وجي وقت استحقاقها وما رضيش يديلك، او بمعنى اصح قال لك اخبط دماغك في الحيط، في الحاله دهيت ازاي اضمن حقي، وايه هو الاجراء القانوني اللي ممكن اخده عشان ارجع فلوسي؟ ممكن بحسن نية بتدي لحد فلوس، وطبعا انت متوسم فيه الخير وانه هيرجع لك الفلوس دهيت في الميعاد اللي انتوا اتفقتوا عليه، وطبعا في الحالة دي ما تكونش اخدت عليه اي اوراق او اي ضمانات. ولما بيجي وقت الاستحقاق دهوت بتطالبه بالفلوس، يقول لك لا انا ما معيش، او بمعنى اصح روح اشتكي. في الحالة دهيت حضرتك بتتقدم لاسم الشرطة او مركز الشرطة اللي انت تابع ليه، وبتعمل محضر بالواقعة ديت. بس ما تنساش ان يكون معاك في المحضر 2 شهود. الشهود ده هم اللي هيأكدوا الكلام بتاعك، وانه فلان دوت اخد منك فلوس ومش راضي يردها لك. المحضر بياخد اجراءاته قدام النيابة، وبعد كده حضرتك بتتقدم برفع دعوة اسمها دعوة مطالبة بمبلغ نقدي امام المحكمة المدنية المختصة، اللي بناء على المحضر بتاعك ده هو القاضي هيبص في اقوال الشهود او هيشوف المحضر، وممكن يفتح التحقيق فيها تاني ويطلب الشهود دول برضو انهم يقولوا اقوالهم قدام القاضي. في الحالة دهيت بيقتنع القاضي بكلامك وبكلام الشهود، وبيحكم على الشخص اللي اخذ منك الفلوس دهيت بانه يؤدي لك او يرجع لك الفلوس بتاعتك. خلصت المعلومة بتاعتنا النهاردة، بس مش عايزين ننسى حاجة. مفيش حاجة اسمها حسن نية في المعاملات المادية بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا كده هوت: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تداينتم بدين فاكتبوه. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.